السلام عليكم. دابا سي جلون كي داير؟ كلشي مزيان؟ عليك صحيحه الله يحفظك الله ليا. يبارك فيك. تحياتي لك. السلام عليكم الاخوان ديالنا، تنحبكم في الله. راكم خوتنا وحبابنا، الناس اللي داخل الوطن وخارج الوطن، بغيناكم تبارطاجيو معنا هذا الفيديو هذا ان شاء الله. خونا عجنون واحد الانسان اللي هو طيب وولد الناس ومدوز وحربي، مدوز سيزن. المده ديال السيزن اللي مدوز هي شحال؟ 26 سنه، 26 عام ديال السجن اللي مدوز خونا عجنون. واليوم جينا لعندو المنزل ديالو باش نحاولوا نوصلوا المعاناه ديالو، نوصلوا الصوت ديالو للمسؤولين الاخوان ديالنا والمحسنين، باش نحاولوا نتعاونوا معاه ونوقفوه حتى هو باش يحاول يدير شي مشروع ديالو وشي مسائل ديالو. هذا الميساج حاليا تنحاولوا نوجهوه للمسؤولين. مرحبا سي عجنون، كي داير اخويا؟ قدم نفسك لخوتنا المغاربه. معروفه املك احمد مرقب بعجلون. قول لي اخويا عجنون، بان انا بحكم التجربه اللي دوزت معك وتلاقينا انا وياك في السجن، والحمد لله عرفت عليك الرجوله وولد البلاد، وحنا دوزنا بعضياتنا هنايا، وعقلت عليك النهار عرفتك من القضيه ديال الروح ديال البوطه هذه، باش كان معروف خونا عجنون بالروح ديال البوطه. بغيناك تحكي لنا القضيه ديال الروح ديال البوطه، اما بالنسبه للقضيات الاخرين راهما باينين، عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين راه باينين. حنا بغينا نوضحوا للناس الاخوان ديالنا خونا عجنون اشنو دوز في حياته، وبغينا نشوفوا ان شاء الله نشوفوا من هنا لقدام يكون ناجح في حياته، والسيد راه تاب وعنده وليدات وبغينا نشوفوا فرحان. عندك عجنون وعندك بزاف ديال الاشخاص اللي هما كاينين في مدينه تابوتان اللي تابوا، بغينا نحاولوا. تحياتي لك اخونا عجنون، مرحبا. وبغيناك تعطي الكلمه للناس المسائل اللي دوزتي وشحال السيزون دوزتي والمعاناه اللي تدوز. والمعاناه اللي دوزتها ديال السيزون كانت كثيره بزاف، دوز السيزون وتدخل تنخرج كنقلب على شغل، كنمشي كنشتغل، كنجلس يلاه سيمانه ولا شهر، كيقول لك الرب الشغل، كيقول لك لا اسمح لي ما بقاش. باش حنا كاين حيت كنشوفوا بزاف ديال الناس كل واحد شنو تيقول، كان تيقول لك هز البوطه ضربوا به، لا كل واحد شنو تيقول. لا جينا عندك اليوم باش توضح لنا هذه الكلمه. لا، هذاك السيد اللي كان مات راه كان اخ ديالي وكان الصديق ديالي وكان الجار ديالي، وكنا كنلعبوا الكره ملي كنا صغار وكبرنا، ودوزنا لارمي بجوج. هو دوز التجنيد الاجباري ودوزت انا التجنيد الاجباري، وكنا ماشي الاصدقاء، راه كنا اكثر من الاصدقاء، كنا خوت. ولكن هذاك القدر ما كنتش ناوي، داكشي من عند الله، ما كنتش معول على داكشي كان غيوقع ليا. انا قال لي شي كلام ما عجبنيش، ديك الدوره فاش ضربته طاح على دوك البوطات. تما السيد بدا تينخر لان عنده واحد النزيف داخلي في الدماغ ديالو. لا ما مات على شي، اش نقول لك، راه شي شهر عاد باش مات. وخا هكا كنت كنتواصل معاه، وكنت نمشي لعندهم كنزورو كنشوفو. انا ارتكبت هذاك الخطا وكنقول الله يسمح لي الحمد لله. ولكن هذيك 10 سنين اللي خديت داكشي اللي كاين، المهم انا هذيك 10 سنين دوزتها، ما يبقاش فيا الحال. علاش؟ لان ارتكبت هذاك الخطا، ولكن ما كانش النيه ديالي باش ندير بحال هذيك المسائل. ما داكشي. المهم انا هذاك السيد من هذا المنبر انا راه كنقول ليه الله يعلي مراتبك، الله يرحمه ويوسع عليه. والله يرحمه مسكين عمر راه مات الله يرحمه. من بعد فاش دخلتي السجن المعاناه اللي تلقيتي في داخل السجن، راه التكرفيس راه بلا ما نقول لك، راه تكرفسنا مده. انا مازال ما غادي خونا الاخوان ديالنا مازال ما غاديش نوصل معك اللحظه اللي تلقيت معك انا في داخل السجن، وبالضبط في وسط الشامبري. ايه جوج لا 4 ياك؟ شومبري 4. حنا غادي نشوفوا المعاناه اللي دوزتي انت قبل ما نجي انايا. حكي لنا بعد المعاناه اللي دوزتي داخل المؤسسه. راه كنت ما اش نقول لك، راه جميع الموظفين ديال المؤسسه كانوا كيعاملوني بحال شي واحد نيت مسؤول منهم. هادشي هذا شفتو بعيني انا، وكنت كنخدم معاهم. اييه طبيعه الحال. وفعلا كانوا دايرين لنا واحد الثمن رمزي، كانوا كيقولوا لنا حنا كيتسمى البيكور. 6 دراهم ياك؟ ايه 6 دراهم العقل. كان تيتسمى هذاك البيكور. شكون اللي كان السبب ديالي فاش توليت خدام وكنشد ديك 6 دراهم؟ هو واحد رئيس المعقل وتضيع الشباب، ماشي باش يترفع المستوى ديالهم يمشيو يقراو ولا يديروا شي حاجه. دابا المخير هنا في تارودان تيمشي كيخرج كيمشي للقهوه. اش كيدير في القهوه؟ كيشد الجوانات، كيكمي الحشيش. والنصيحه اللي غادي تقدم لهم اخونا عجنون؟ يبعدوا على المخدرات، يبعدوا عن المخدرات. الاخوان ديالنا انا باش نوضح لكم واحد القضيه، والله غادي نعاود نقولها. خونا عجنون بغينا نتعاونوا معاه، وبغينا شوف حتى المسؤولين ديال مدينه تابوتان تيتعاونوا معاه، المسؤولين ديال مدينه تابوتان تيتعاونوا مع خونا عجنون.
وبغينا نشوفوه فرحان في حياته، بغينا نشوفوا عجلون فرحان في حياته، واي واحد وخوتنا المغاربه اللي داخل الوطن وخارج الوطن بارطاجيو معكم هذا الفيديو، واللي يقدر يساعدوا. عاود قول لهم لما التليفون ديالك اخونا عجلون 0632 44 39 01. هذه هي النمره ديال الهاتف ديالو الاخوان ديالنا. بغينا عجلون نشوفوه في واحد المستوى اللي هي عاليه. راه عجلون راه دوز وتكرفس، راه 26 عام ومازال غادي تشوفوا من بعد الفيديوهات، مازال غادي نديروا معاه فيديوهات ان شاء الله حتى ان شاء الله نشوفوه فرحان في حياته. هذا هو الهدف ديالنا الاخوان ديالنا. بغيتك عجلون تحكي للناس داكشي اللي تيضرك. غير كنقول للشباب ديال تيرودان غير يبعدوا على المخدرات ويبعدوا على القهاوي ديال سارق. يعني يحاولوا يشوفوا يخدموا في فيلم يدير الفراش يدير حاجه. راه كاينين دابا شباب هما كيبانوا لي دراري صغار ولاد السيكتور ولاد الحومه كيخدموا في الدلاح كيخدموا في هذه، كنقول لهم من هذا المنبر الله يعاونكم والله يكمل لكم، وهذيك حرفه زوينه. انا اللي كنطلب من هذا الشيء كلشي هو نرجع للخدمه ديالي اللي كنت خدام فيها. علاش تدارت لي هذه العرقله هذه؟ علاش؟ شنو هو السبب؟ انا كنت خدام وبخير وعلى خير، ما كان خاصني حتى شي حاجه، وكنت عايش بخير وعلى خير مع ولادي. على الشيء الانعاش. في الانعاش انا ما كنهضرش على شي حاجه اخرى اللي انا خدمت في الانعاش. راه كاينين شله دوائر. هي اللي شاطت ليا، هي اللي بقات عندي. ممكن شاط ليا من هذاك الشيء كلشي هو هذا، ومازال محتفظ بها. وها هي باقا والله ما صدمت ليها. كاين نهار اللي توقفت، كاين نهار اللي حطيتها، كاين نهار اللي هي باقا ها هي. والرساله هما راه عارفين شنو كاين. راه كنت انا اللي كنت اش نقول لك، راه كنت خدام. لا ابسط حاجه كانت في هذيك الجرده كانت كتوقع غير داك القصير. بنات عباد الله كيجيو لهذيك الجرده، تيجي واحد الشخص اللحيه ديالو فيها 3 متر جايب لك هي بنت صغيره. ما كتعطينيش خاطري نشوف انا واحد فيه 3 متر وحده فيها يقدر يكون فساد تما بزاف ديال الفساد. وي والاخر كيجي جايب قبزه ديال السيليسي، والاخر جايب رابعه ناحيه، الاخر جايب جوانات. بالنسبه للجرده تيكون راجل كبير وجايب دريه قصيره غير قصيره وبزاف ديال الحوايج. واش شفت شي حاجه اللي ما عمرني ما شفت في حياتي كاع؟ كتجي بنت صغيره كيرغويها واحد عنده موطور عنده طوموبيل عنده هادي، جايبها مدخلها لوسط الجرده. زعما راه ماشي معقول. هذاك واحد جايب لك ماحيه والناس عائلات وكيجلسوا تماك ويجي يشرب ماحيه، بسي ما نتخاصم معاه. غنتخاصم معاه ونقول لك بزاف ديال الحوايج. الميساج ديالك الاخير؟ اخر ميساج انا نقول لهم انا بغيت نرجع لخدمتي اللي كنت خدام فيها، وهو هذاك. ما بغيتش حتى شي حاجه انا من المواطنين والناس واللي بغيت تعاون معايا. الله يرحم ليه الوالدين اللي هما كيخدموا بالنيه ديالهم في هذاك المجلس، وراه كاينين الناس اللي كيخدموا بالنيه ديالهم وكيقوموا باعمال زوينه كاع ماشي. وراه كنعرفوهم وكنعرفوهم بزاف كاع، راه كنتلاقى اليوم غير في الطريق، راه ما كيفوتونيش. راه تيتم دايز. انا ما نقدرش نقول الاسماء ديال هذوك الناس، وما نقدر نقول حتى الاسماء ديالها سميتو. المهم من هذا المنبر انا راه بغيت نرجع لخدمتي اللي عطانا الله وعطانا سيدنا الله ينصرو، ما بغيت حتى شي حاجه. هذا هو الميساج ديالنا الاخوان ديالنا اليوم. اول حاجه تنشكركم على المشاهده ديالكم، وتنشكر احمد الملقب بعجلول اللي هو كان قطعه في مدينه تردان، وتحياتي ليه اللي تاب وجمع راسو ويبين الشخصيه ديالته خرجها للتواصل الاجتماعي وبغى الناس تستافد وبغى يخوي داكشي اللي في قلبه ويعطي الناس باش يستافدوا، الشباب خصوصا. الشباب اللي دابا كيضيع، الشباب كيستضيع. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وتبارك وتعالى الاخوان ديالنا.